صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم رجعت لكم واحد الفيديو جديد اللي غنديروا فيه غنطيب لكم الفيغاتو هو الكبده على فينيتسيانا على الطريقه الايطاليه. بقاو معنا باش تشوفوا المقادير كلهم. البنات، هادو هما المقادير اللي غنحتاجو الكبده، يعني بستيكات بحال هكا، وانا تنقطعهم طروفها مربعين. ونحتاجو شويه الزبده وشويه الملحه وشويه البزار والبصله. البنات انا لقيتها هاد الحمراء اللي هي اللي عندي، وما هي في الطريقه هاد تجيب البصله البيضاء. يعني الا عنده البصله البيضاء اللي بغى يجرب البصله البيضاء تجي هائله، ولكن حتى البصله الحمراء هي زوينه ماشي مشكل. وشويه الزيت. هادو هما مقادير ساهلين تتواجدوا في اي دار، يعني يقدر اي واحد يديرها. المقله البنات خاصها تكون سخونه، انا راه مشعله البوط عليها، خاصها تسخن مزيان. عاد نديرو الزبده والزيت. دابا البنات نقطعوا في البصله البنات انا تنقطعها بهذه الطريقه هذه صغيره. كاين اللي تقطعها طويله، يعني وبالاخص هنا في البيمونتي تقطعوها طويله، انا تنقطعها بحال هكا. حماتي تدير لها الطريقه هذه وتزيد على واحد الحاجه تزيد عليها. المره الجايه الا دارتها ونوريها لكم. انا غنقول لكم اش تزيد عليها شويه الحليب مع البصله فاش تكون طيب. قالت لك لحقاش تحيد الحروره ديال البصله وتجي هائله، زعما من كيما الطريقه اللي تدير لها حماتي هي طريقه زوينه وتجي رائعه. انا ما غنديرش الحليب، درتها بطريقه ديالي انايا العاديه، الطريقه اللي تديروها يعني هنا الايطاليين. شو البنات الموس اللي عندي دا اللي شفناه باغي يضحك عليا على هذا الموس، ولكن هذا الموس هو اللي عزيز عليا، لحقاش هو اللي تقطع مزيان، تقطع ليا بالاخص الخضره والفروي. الفروي بحال الاناناس والخضره بحال القرعه ديك الحمراء. في الاول كنت لاقيه مشكل، خاصني نستنى الزوج ديالي تيجي عاد يقطع عليا، اما دابا بهذا الموس هذا تنقطعها راسي. شوفوا البنات درنا شويه الزبده بحال هكا، غنزيدو شويه الزيت ماشي بزاف، نخليو تذوب الزبده كامله. نمشي دابا نقطع البصله الاخرى. البنات انا قطعت البصله كامله، انا رميتها. نخليوها تتحمر مزيان. دابا باقا خضره، يلا بدات تاخذ اللون شويه. شفتوا البنات؟ مع الضوء ديال الكاميرا تيبان لكم شويه يعني محمر، وهي باقا ما تحمرتش مزيان، خاصها تتحمر مزيان. دابا نخليوها نخليوها شويه طيب مزيان، وعاد عاد نزيدو عليها الكبده. بغيت نقول لكم واحد الحاجه اخرى، هي هاد البصله هذه فاش تحمر، فاش نزيدو عليها واخا تكون ما محمراش، نزيدو عليها الكبده ونخليوها تحمر. ودابا البنات غنزيدو الكبده ديالنا اللي قطعت ظروفها بحال هكا مربعين. البنات انا الكبده راه غاسلاها ومسقطراها، يعني خاصها تكون مغسوله. نتمنى هاد الطريقه تجربوها البنات وتعجبكم، ويعني وتكتبوا لي تعليق في التعاليق لتحت كيفاش جاتكم الا جربتوها. طريقه سهله، متطلبش الوقت بزاف، وتطيب بالزربه 8 دقائق الماكسيموم 10 دقائق تكون واجده. ودابا البنات غنخليوها تناسق مع يعني البصله والكبده، يعني يشدوا ياخذوا المذاق ديال بعضياتهم. يتناسموا. انا اللي قام البنات نخليها تشد الكبده في راسها، عاد ندير الملح والبزار. يعني انا ما تنديرش القامه في الاول، كي تدير القامه في الاول تدير كلشي في الاول، انا نو. ودابا البنات رشهم الكبده بدات تشد في راسها، مره مره غنقلبوها نخليوها طيب بحال هكا.
البنات تجي لذيذه هاد الطريقه هذه، تجي لذيذه بزاف. دابا البنات غنقلبوها كلها وحده وحده. ودابا البنات غنديرو الملحه. الملحه تنديرها على كل واحد يدير على قدر اللي بغا. انا تندير داكشي عادي، يعني ملحه يعني تندير شويه عادي. البزار اللي تندير شويه، انا ما تنطيبش البزار كما كنت قلت لكم الفيديوهات القدام. تندير غير شويه، انا غنوريكم غير شويه، يعني غير باش تعطيك النسمه وصافي. حيت بنتي ما كايناش وولادي ما كاينينش، هذاك الشيء علاش درت البزار. ودابا البنات غنديرو عصير سيدنا موسى، هي هذه انا غسلتها حيت جاتني من العروبيه. ودابا غنديرها انا كما قلت لكم راه تنديرها في الاول مع الزيت. غير اليوم نسيتها وما قلتها لكمش في الاول، ونسيت انا يعني اصلا ناسياها، ما تفكرتها حتى بديت تنطيب. ماشي مشكل، اللي بغى يجربها يدير عصير سيدنا موسى في الاول مع الزيت والزبده باش تعطي داك المذاق ديالها وتجي هائله. هاي الكبده ديالنا قربت طيب، نخليوها طيب شي 5 دقائق بحال هكا ونحيدوها. ونتمنى هذا الفيديو البنات يعجبكم، وما تنسوش التعاليق الزوينه ديالكم. اللي باقي ما شاركش في القناه يشارك فيها. والسلام عليكم البنات، في فيديو جديد ان شاء الله. بالسلام عليكم.